موهبة جديدة تنضم إلى أسود الأطلس. إبراهيم الرباج نجم أكاديمية تشيلسي، كان بإمكانه تمثيل إنجلترا لكنه اختار المغرب، فكيف جاء هذا القرار؟ ولماذا فضل المغرب على منتخب الأسود الثلاثة؟ دعونا نكتشف التفاصيل الكاملة. إبراهيم الرباج يختار تمثيل المنتخب المغربي بدلا من إنجلترا في خطوة تعكس انتمائه القوي لوطنه. قرر النجم الصاعد إبراهيم الرباج لاعب أكاديمية تشيلسي الإنجليزي تمثيل المنتخب المغربي بدلا من إنجلترا، بعدما تلقى دعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمشاركة مع أشبال الأطلس في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي ستقام في المغرب شهر مارس المقبل. اللاعب الشاب البالغ من العمر 16 عاما أعلن قراره بشكل رسمي في تصريح حديث قائلا: لقد لعبت مع إنجلترا، لكن الآن أريد تمثيل المغرب. إن شاء الله سأشارك في كأس إفريقيا مع المغرب، وسنعمل على تحقيق الفوز ورفع راية بلادنا بفخر. أطمح إلى تسجيل الأهداف، صناعة الفرص، وإبراز موهبتي من أجل التتويج بالبطولة. إبراهيم الرباج المولود في لندن يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الفئات السنية لنادي تشيلسي، حيث حقق أرقاما مميزة بتسجيله 52 هدفا وصناعته 60 تمريرة حاسمة في 40 مباراة فقط. كما سبق له تمثيل المنتخب الإنجليزي في فئة تحت 15 عام و16 عام قبل أن يقرر تغيير وجهته الدولية والدفاع عن ألوان أسود الأطلس. يشكل هذا القرار خسارة كبيرة لإنجلترا التي كانت تعول على موهبة الرباج ليكون أحد نجومها المستقبليين، بينما يمثل إضافة قوية للمنتخب المغربي الذي يواصل استقطاب مواهب مغاربة المهجر لتعزيز صفوفه. تحديد موعد ومكان مواجهة المغرب ضد النيجير وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026. تم رسميا تحديد موعد ومكان مباراتي المنتخب المغربي المقبلتين أمام كل من النيجير وتنزانيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وبعدما كان متوقعا إقامة اللقاءين في الرباط، تم اتخاذ قرار نهائي بإجراء المباراتين على الملعب الشرفي بوجدة، بناء على توصية المدرب وليد الركراكي الذي فضل هذا الاختيار نظرا لارتياح اللاعبين في هذا الملعب. النيجير يوم 21 مارس 2025 ضد المغرب على الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. تنزانيا المغرب يوم 25 مارس 2025 على الساعة 9 مساء بنفس الملعب. يعد هذا التغيير خطوة إيجابية لأسود الأطلس، حيث يمنحهم أفضلية اللعب في أجواء مريحة لهم، وهو ما قد يساهم في تحقيق نتائج إيجابية تعزز حظوظهم في التأهل إلى مونديال 2026. الجزائر تؤكد مشاركتها في كأس إفريقيا بالمغرب رغم الجدل الإعلامي، بعد تقارير إعلامية جزائرية أشارت إلى احتمال مقاطعة المنتخب الجزائري لكأس إفريقيا التي ستقام في المغرب. خرج وزير الرياضة الجزائري ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي ليؤكد بشكل رسمي مشاركة محاربي الصحراء في البطولة، بل أكثر من ذلك عبر صادي عن حماسه الكبير للمنافسة، مؤكدا أن المنتخب الجزائري قادر على التتويج باللقب القاري من قلب المغرب. كما أعلن عن حضور مكثف للجماهير الجزائرية لدعم منتخبها خلال البطولة. وفي خطوة لافتة، قرر الاتحاد الجزائري زيادة عدد الصحفيين المرافقين للمنتخب من 50 إلى 100 صحفي، أي ضعف العدد الذي حددته الكاف، مما يعكس اهتمام الجزائر بتغطية الحدث إعلاميا. رغم هذه التصريحات المتفائلة، يرى البعض في الجزائر أن المشاركة في البطولة لن تكون محل ترحيب كبير من الإعلام المحلي الذي طالما سعى إلى خلق توتر مع المغرب. وفي سياق آخر، تحدث صادي عن أهمية تأقلم المنتخبات مع الظروف المناخية، مشيرا إلى أن الأجواء الصعبة في كأس إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار أثرت بشكل واضح على منتخبات شمال إفريقيا، بينما استغل منتخب البلد المضيف ميزة الأرض والجمهور ليتوج باللقب.
ما رأيكم في تصريحات وليد صادي؟ وهل تظنون أن الجزائر قادرة على تحقيق اللقب من قلب المغرب؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.